غلطة بتدمر البيوت هي إنك تفتحي ودنك لنصايح الفيمينيست اللي بيصوروا ليكي الجواز كأنه خناقة على مين اللي يسيطر. الجواز مودة مش صراع قوي. لكل بنت مقبلة على الجواز خدي النصيحة دي من واحدة شافت بيوت كتير بتعمر وبيوت بتتهد بكلمة: جوزك ملهوش كتالوج ثابت عند الناس، كتالوجه معاكي انتي. بطلي تاخدي نصايح من صحباتك أو من بوستات الفيسبوك اللي بتقولك انشفي عليه عشان يعملك حساب. كل راجل ليه مفتاح، واللي يمشي مع جوز صاحبتك ممكن يخرب بيتك انتي. واسمعي مني الحقيقة اللي بيحاولوا يشوهوها: القوامة للرجال مش إهانة ليكي، دي حماية. الراجل لما بيحس إنه سيد بيته ومسؤول عنه بيدي عينيه لمراته. سيبي الأفكار اللي بتقولك إن الدية والتحرر ده بره باب شقتك، لأن الجواز الحقيقي ست بتعرف تحتوي وراجل بيعرف يحمي. الست خلقت لتدلل. مفيش ست في الدنيا ما بتحبش إنها تكون ملكة وجوزها هو اللي يشيل عنها هموم الدنيا، بس الدلع محتاج أنثى بجد بتعرف تدي لجوزها هيبته وقيمته قدام نفسه وقدام الناس عشان هو يرجع يدلعها أضعاف. بطلي تتعاملي مع جوزك بمنظور أنا زيك، وعامليه بمنظور أنا سكنك وإنت أماني. عيشي فطرتك الرقيقة وسيبي ليه هو الخشونة، وشوفي بيتك هيكون جنة إزاي. قوليلي بصدق، شايفة إن الندية بتجيب نتيجة في التعامل ولا الرقة هي اللي بتفتح القلوب المقفولة؟